سيدنا البابا. عني تحياتك هو اللي يردها. ربنا يديم لك الصحة والعافية. بقول الحاجة العظيمة اليوم يوم تاريخي. يوم تاريخي. ازيك يا دكتور؟ يوم تاريخي. يلا المصورين ممكن يتفضلوا. نحن سعداء أن نراك هنا. نحن نسعدكم الله ويسعد بكم ويسعد لكم. وسعداء أن نراك بصحة جيدة. ربنا يديم عليك العافية. حياك الله. وأبناؤك هناك فوقوا جيدي بكل فضل. كانوا دائما السؤال علي ودائما الزيارات. شكر الله. هم كانوا يسعدون الله بالرقية. يسعدك ويسعدك. جزاكم الله عني كل خير. الله يبارك فيكم. الحمد لله. أهلا وسهلا. يعني اليوم الحقيقة يعني من أروع أيام مصر. الله يبارك فيك. تقديري يعني التقاء القطبين الكبيرين ده يعني بداية جديدة وإثبات لصلابة مصر ومعدن أبناء مصر. إن شاء الله يعني احنا بنحيي قداسة الله بنشكره. شيئا كنت أحب أن يبدأ أنا لي وأجاملك في مساراتي. إنما أنت والحمد لله الذي نبهنا إلى شيء يجوز أن يكون فقدناه من المربوطين بالسماء. يجب أن نحسبهم ويسعهم ما اتفقوا عليه. المختلفين فيه سيبوه شوية ونبتدي علشان الملاحدة والماليين والناس اللي يكرهوا الأديان بياخدوا خلافنا بياخدوا حجة في أنهم يعني يبعدوا عن السماء. ربنا يبارك. شكرا. احنا توجد مساحة واسعة مشتركة بيننا نستطيع أن نعمل فيها. إن شاء الله. هي دي اللي هتسعنا إن شاء الله. يعني نعمل ليس فقط ضد الملحدين وإنما أيضا ضد المنحلين خلقيا واجتماعيا وفكريا. الحمد لله. ما هم دول ملحدين عبادة. إلا ملحدين وزيادة. لأن الناس حاليا يستغلون حرية الفكر لأن ينحرفوا بأفكارهم. والله لو كانوا عبيدا لفكر واحد من أول لأراحهم من حرية الفكر هذه. الإنسان يعمل الفكر في القضية الأولى وهي مهمته في حياته. لازم يفكر فيه ويسلم زمامه إلى من خلقه. يبقى هذا الفكر الناجح. إنما فكرة ولا يعتبر. اللي ما يفكرش في غايته يبقى ما بيفكرش. لأن الإنسان ده أنا بقول مرة إن الصانع من البشر حين يصنع صنعة ما صنعش حاجة وقال شوفوها تنفع في إيه. لا ده هو قبل ما يصنعها عارف ما عاملها ليه. ثلاجة يعني ثلاجة، غسالة غسالة، تلفزيون وبعدين عمل له قانون صيانة. يبقى ان حصل في زرجنة ضد قانون الصيانة نقول له مين اللي خلق الإنسان؟ الله. هو اللي يحدد مهمته. ومين اللي يعمل له قانون صيانة؟ الله. ما عملناش كده نبقى هنقعد فيها بقى كنا بنودي التلفزيون للجزار. نقول له شوف الإنسان يحتاج إلى صيانة ولا يظن في نفسه أنه يحتاج. ما هو الجهل المركب. لأن اللي يحتاج ويعرف إنه محتاج يبقى ابتدى يعقل. ولذلك احنا نقول اللي يدي للعامة حقه يبقى مفتح. والله يبقى مفتح. الكلام مدي للعامة حقه ولا تاخد ايدي طبعا من هنا. لما اللي عامل انه بيشوف يقف خلاص.